مع بداية السيادة أفريقيا في البطولة أفريقيا في كوت ديفوار 2024، والبطولة اللي بتحمل الكثير من المعاني للمنتخب المصري في ظل خسارة 2017 النهائي قدام الكاميرون، وفي ظل خسارة البطولة الماضية أمام السنغال في الكاميرون. ولكن الغريب في الامر ان احنا من 2010 ما قدرناش نحصل البطوله، على الرغم ان احنا واخدينها 2006 2008 و2010. ولكن ان شاء الله باذن الله بعون الله بالتوفيق من ربنا ثم اللعيبه ديت ومجهود منهم وروح منهم نقدر نحصد البطوله الثامنه. ولا اظن ان هي صعبه شويه في ظل وجود المنتخبات الكبيره في افريقيا، او المنتخبات التي تضم يعني اكثر من فريق او اكثر من تشكيله في اللعيبه المحترفين على صعيد دوري الابطال او حتى صعيد الدوريات الاوروبيه. ولكن عشان ما ننفع ربنا ثم في اللعيبه اللي موجوده. وفي البدايه هتكون النهارده قدام موزمبيق، الفريق اللي هو ممكن يكون مش الفريق الكبير، مش الفريق العظيم، مش فريق اللي ليه تاريخ واللي ليه باع في البطوله افريقيا. ولكن بما انها اول بطوله او اول مباراه في البطوله، لازم نوري اللعيبه او لازم نوري الفرق اللي قدامنا او المنتخبات اللي هنلاعبها ان احنا المنتخب المصري جايين عشان نكسب البطوله، جايين عشان ناخد البطوله، جايين عشان ناخد الثامنه، جايين عشان نبقى سيد افريقيا زي ما كنا في الاول. ولكن البدايه لازم تكون بتشكيله حلوه وبتشكيله قويه. ومن وجهه نظري انا كواحد مشجع وكواحد مشاهد للكوره، هي التشكيله هم هنلعب في ظل وجود ان ما فيش واحد صانع لعب زي مثلا ابو تريكه في 2008 2006 2010 والكلام ده هاتي. وفي ظل وجود ان حتى بعد اعتزال عبد الله السعيد وما فيش صانع العاب، فلازم هنلعب في 4-3-3 بوجود 3 في نص الملعب. والتشكيله هتبقى كالاتي: محمد الشناوي اللي لا غبار عليه، لعب كاس عالم مع المنتخبات، لعب كاس عالم مع انديه، لعب افريقيا مع النادي الاهلي، لعب بطولات زي كاس الافريقيه الموسم البطوله اللي عدت، وخد اكثر من رجل مباراه في الكم مباراه اللي لعبهم، وخد افضل لاعب في لحد ما انصاب ويجيبها كان ابو جبل. فمحمد الشناوي لا غبار عليه. تيجي خط الدفاع، واحد زي في النص الواحد اللي بصراحه اللي بحسده او زعلان عليه، واحد زي ياسر ابراهيم اللي بيقدم مستويات ولا اروع مع النادي الاهلي، سواء في دوري الابطال، سواء حتى في كاس العالم النسخه الاخيره، او سواء حتى في الدوري المحلي. ولكن الظلم في ظل وجود واحد زي احمد حجازي اللي هو قائد نادي الاتحاد، وفي ظل وجود واحد موهبه كبيره فزه زي محمد عبد المنعم، المدافع اللي كان يمتهن كل اعلى كواليتي مدافع في الدوري المصري وفي افريقيا نفسها اللي هو داخل القاره. فهنا في نص في الاثنين سرد باك، واحد زي احمد حجازي وواحد زي محمد عبد المنعم لا غبار عليهم. الناحيه الثانيه عاد هتلاقي واحد في النص في ناحيه الباك رايت. الباك رايت هو ممكن عندك واحد زي محمد هاني وواحد زي عمر كمال ممكن لا، لان عمر كمال هجوميا اكتر، لان انت لازم تامن واحد دفاعيا زي محمد هاني، لان محمد صلاح زي ما انت عارف مش هيرجع يدافع كتير، ده احنا بنعتمد عليه في الهجوم في الخط الامامي. فهنا محمد هاني مفروغ منه. الناحيه الثانيه اللي ممكن يكون احمد فتوح ومحمد حمدي بتاع بيراميدز. ولكن مع احمد فتوح مع البطوله اللي قدمها الموسم الماضي مع النسخه الماضيه من دوري الابطال في القدام في فرق كبيره زي المغرب وزي الكاميرون وزي كوت ديفوار وزي حتى اللاعب لما لعبنا المغرب وعمل مباراه كبيره جدا قدام واحد زي اشرف حكيمي، فلكن لازم ياخذ دوره البطوله دي. نيجي على خط النص اللي هو بصراحه هو نقطه ضعف عندنا. يعني انت لما تيجي تبص على خط الدفاع عندنا من افضل السرد باكات اللي في افريقيا. لما تيجي تبص خط الهجوم محمد صلاح، اذا كان مصطفى محمد، اذا كان تريزيجيه، اذا كان عمر مرموش، لا احنا بنمتلك خط هجوم ممكن يكون مش الافضل ولكن بينافس الافضل. اما خط النص عندنا ضعف فيه، ما عندناش مثلا اللاعب اللي يحرك الكره سريع، ما عندناش اللاعب اللي يصنع لك كوره، فما فيش. ولكن في ظل وجود الواحد زي محمود، في ظل وجود اللعيبه اللي عندنا، فلازم ناخد منها على قد اللي هناخد منها وتستر على هذا الحال. فلما تيجي تبص في نص الملعب لازم تحط واحد زي حمدي فتحي اللي ممكن تلاقيه تكتيكيا افضل من مروان عطيه ممكن يكون مش اللي هو ممكن يكون في بدايه الموسم اول ما جه النادي الاهلي كان مقدم مباراه حلوه، ولكن حمدي فتحي تكتيكيا ودفاعيا وديفندر حتى لما كان بيلعب ليبرو مع موسيماني، فانت ممكن تحتاجه في الحته دي. حمدي فتحي هو رقم 6. لما تيجي قاعد تبص على يمينه هو واحد زي احمد سيزيزو لازم يكون تحت واحد زي محمد صلاح لما يخش العمق واحد زي احمد سيزيزو ياخد الخط، فالدنيا ديت. فمحمد احمد سيزيزو لا غبار عليه في مركز 8 اللي هو على يدك اليمين. الناحيه الثانيه واحد زي امام عاشور اللي لا غبار عليه، سواء كان بيلعب في الاهلي سواء كان حتى قبل ما يجي الاهلي في الزمالك، اللاعب اللي كان بيتميز بكل حاجه، قوه بدنيه، تسديد من بره 18، اختراقات من العمق، تسديدات على المرض بشكل جيد جدا. حتى لما لعب في الديفندر في مركز الديفندر في نادي الزمالك برضه ادى بشكل اكثر من ممتاز. فواحد زي امام عاشور لا غبار عليه في نص الملعب. ما تيجي تبص لخط الهجوم اللي هو اساسا محسوب محمد صلاح، اللي كفايه انك تقول بس
محمد صلاح وليفربول والدنيا دي والارقام القياسيه اللي بيكسرها موسم ورا موسم ورا موسم لحد الان. فهنا محمد صلاح على الناحيه اليمين مفيش اي اخبار عليه. ما تيجي تبص عاد ممكن الناحيه الثانيه هو تريزيجيه اللي بيقدم موسم. هو كان كمان ممكن المباراه الجايه ديت اللي هيلعبها النهارده ان شاء الله تبقى رقم 98 ليه مع المنتخب، فرقم سكور حلو في المباريات والخبره. لعب كاس عالم، لعب افريقيا، خسر نهائيا، ولعب كاس اكثر من بطوله مع المنتخب المصري. فهنا الخبرات تكسب، فنحط واحد زي تريزيجيه. اما عاد لو هتيجي تحط في راس حربه فانت عندك خيارين، واحد زي عمر مرموش، واحد زي مصطفى محمد، واحد زي كهربا. ممكن نستبعد محمود كهربا لان برضه الاحتكاكات المحليه غير الاحتكاكات الافريقيه، خصوصا ان بطوله دور كاس افريقيا بقت اقوى واشرس من البدء من الاول. فعندك هنحط هنا على في راس الحربه واحد لو هتستخدم محمد احمد سيزيزو في انه يخترق على الخط مع دخول محمد صلاح في العمق، فهنا لازم تحط ويرفع العرضيه احمد سيزيزو، فلازم تحط مصطفى محمد قوه بدنيه، ينفع محطه، ينفع بالراس، ينفع بكل حاجه. اما عاد لو هتستخدم البناء الهجمه واللعب اللي ينزل تكتيكيا وينزل يطلع بره ال 18 والكلام ده، فعندك عمر مرموش اللي ممكن يكون مقدم مستويات اكثر من رائعه في النادي الدوري الالماني. ولكن اتمنى في الاول والاخر التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ثم اللعيبه دي.